السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام. لو انت عندك سجادة تقيلة وعايزة تنضفيها ومش قادرة تنضفيها علشان هي بتتعبك، النهاردة هننضف مع بعض السجادة وهي في مكانها تنظيف جاف. معايا هنا السجادة، سبت الأولاد يلعبوا عليها ويبهدلوها. أول حاجة بننضف السجادة من أي أتربة أو أي حاجة موجودة عليها. ممكن لو هي تقدري تشيليها شيليها ونفضيها، ولو مش هتقدري اشفطيها بالمكنسة. بصوا دي بقعة عصير الأولاد عملوها لي في السجادة. دلوقتي هلم السجادة وهمسح الأرض كويس، ولما الأرض تنشف معايا هرجع أفرد السجادة. معايا هنا جردل فيه 3 لتر من المية. المية دي سخنة السخونة اللي ايدينا تقدر تستحملها. هضيف عليها 3 أكياس من الفانيش الألوان، الفانيش السائل مش البودرة. المية هنا سخنة ونحط عليها الفانيش سائل علشان سرعة الذوبان. وهنا لكل لتر مية هنحط كيس فانيش، والمفروض ان كيس من الكلوركس الألوان ده، بس انا هنا معايا الكيس 250 ملي فضفت كيسين منه بس. كمان دلوقتي هضيف اي مسحوق جل بلاك او عادي. انا ضفت هنا برسيل بلاك، ضفت 3 مكيال من المكيال بتاع الجيركن بتاع البرسيل. ضفت 3 يعني لكل لتر برضو مكيال. لو انت السجادة بتاعتك حجمها اصغر قللي الكميات اللي انا عاملاها، لكن انا السجادة عندي ما شاء الله كبيرة جدا. باخد بالفرشة وبفضل اغسل كده. بصوا اي بقعة، اي مكان بقعة بندعكها قوي وبندعكها كذا مرة لغاية ما تنضف معانا. هي في الحقيقة الخلطة دي بتخلي اي حاجة تفور معانا بسرعة. دلوقتي خلصنا السجادة، هنسيبها 10 دقايق علشان لو في اي بقعة او اي حاجة تفور معانا. وبعد ال10 دقايق دلوقتي اهو رجعنا بعد 10 دقايق علشان نكمل تنظيفها بقى. المرة دي هنعمل ايه؟ هنجيب طبق فيه كمية من المية، اي كمية بس مية تكون مغلية. المية دي انا غلياها على النار. هجيب مقشة تكون نظيفة مش بستخدمها في التنظيف، وهنزل بالمقشة في المية وانطرها من المية وانزل بيها على السجادة كده علشان خاطر اشيل المنظفات والحاجات اللي موجودة على السجادة بتاعتي. اعمل واكرر التنظيف ده في نفس المكان اكتر من مرة. يعني احنا هنشيل المقشة وننضف بالمية كده اكتر من مرة، يعني مش مرة وهنمشي، لا اعمليها مرة واتنين وتلاتة عشان ما يبقاش فيه اي منظفات على السجادة بتاعتك. ادي شكل السجادة، شايفين لونها فتح، والبقع ده مكان البقعة بتاعة العصير. كده انا خلصت السجادة. لو هي مش تقيلة وهتقدري تشيليها حطيها على سور تنشف، لو هي تقيلة سيبيها على الارض لغاية ما تنشف، وشغلي كل المراوح بتاعتك وفتحي لها الشبابيك. هتبصي تلاقيها نطفت معاكي كده. انا لون السجادة بتاعتي رجع للون الطبيعي. انا لون السجادة عندي بيج غامق، فكده رجعت للونها الطبيعي، والكاميرا كمان ظلماها. ده هي لونها افتح بكتير من كده. كده السجادة بتاعتي بعد ما جفت. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو، تدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.